يا باشمهندس عدلي، اهلا وسهلا بحضرتك ومساء الفل. مساء النور يا استاذ ابراهيم. اهلا وسهلا بحضرتك. اولا بسم الله الرحمن الرحيم. ثانيا يعني انا بس ليا تحفظ على كلمه ازمه. اتفضل. ما كانش في ازمه ولا حاجه، لكن كان في ضيق فرق كبير بين ازمه وضيق. ولم اتهم المجلس انه كان متعمد انه ما يدخلش حد او يدخل حد. هو اعلن بطريقه معينه وهو ما حدش تنبه في الموضوع ده. لكن الفكره مش كلها مش كده، لان انا سئلت لما بقول لهم يا جماعه معقول الخطيب، انا الان ما تصورتش ان اسمي مرفوع. قلت لهم يا جماعه معقول الخطيب يجي ينتخب؟ هو احنا رحنا ليه يا استاذ ابراهيم؟ مش حرصا على الجمعيه العموميه ولا يعني اللي رايح الجمعيه العموميه وحريص انه يسجل قبليها. هو بيسجل قبليها ليه او بيدفع قبليها ليه؟ عشان يبقى معاك عموميه. أنا لما سألت قيل لي أصل كان المفروض قبل مش عارف يوم 9 وأصل إحنا قلنا اللي معاه كارنيه 2015. كل ده كلام لا اعتراض لي عليه، ولا أتهم أحد إنه بيتعمد أن يعرقل أسماء بعينها إنها ما تحضرش. تمام. لكن إحنا طول عمرنا يا أستاذ إبراهيم في الانتخابات، حتى أنا اتقال لي مسؤولين في النادي ما أنت كنت مدير النادي وكنت عارف إن أنت العموميه ليها وقت تقول السداد لتاريخ كذا عشان نقدر نعلق الخطوط. بس صحيح ايضا ان انا قلت لهم ده كان بيحصل، بس انا كمسؤول في النادي اللي كان بيجي لي قبل ميعاد اغلاق باب القيد بنص ساعه كنت بسمح له يسدد واديله ورقه. وكانت اللي بيقول لك بقى عشان القانون ما بيسمعش وزاره الشباب هتعتبر ان ده اخلال بالنظام. هذا غير حقيقي. لان في كل الانتخابات اللي فاتت حصل هذا في الجزيره وفي الاهلي وكان الورق ده لحد قبل اغلاق باب الانتخابات كان الناس اللي مسدده بتخش تدلي بصوتها، وكانت الجهه الاداريه تحت الاشراف القضائي بتسمح لهم بهذا. فانا ده كان تصوري، انا ده اللي كان سبب الضيق يا جماعه. احنا النادي كان زحمه وتمشينا يمكن اكتر من كيلو ونص عشان نوصل النادي على رجلينا لان ما قدرناش نوصل بعربياتنا. وانا كان هذا تعليقي، اللي كان عايز يحل كان يقدر يحل خلاص. لكن ان انا هو كان المجلس كانوا عارفين ان عدلي والخطيب مش هيدفعوا، طبعا مش مقصوده. ما نقدرش كمان يعني ان احنا نبقى بنروج لحاجه ما هيش في دماغنا. ده كلام يعني مهم. ده كلام مهم لانه اللي اتقال يا باشمهندس عدلي انه لا ده في تعمد وفي تعمد ابعاد الكابتن في عدم حرص على حل المشكله يعني، لكن مش تعمد على ان تمنع حد بعينه. المشكله انا بقول لك ان طول عمرنا في الانتخابات كنا بنيجي اللي كان يجي لحد قبل الانتخابات بنص ساعه كان بيسجل وبيدفع وبياخد ورقه وبيخش ينتخب. فيري سمبل. هل يعني اساس في موضع طيب ما هو ده بقى اللي يخليني، ما هو ده اللي يخليني اسال يا باشمهندس، طب ايه اللي اتغير؟ واحده اصل في تناقض. حتى لما تيجي تحط لي انت تاريخ، لما تيجي تقول لي ايه اللي معاك كارنيه بتاع 2015 من حقه يحضر. ده في ناس كتير جدا وكانوا مندهشين بيقولوا لنا يا كابتن عادل احنا ما دفعناش 2016 ولقينا اسمنا. بقى اللي دفع 2015 و2016 ما يقدرش ينتخب، واللي دفع اللي ما دفعش 2016 ودفع 2015 هو اللي بقى له الحق. ايوه انت قلت صحيح وعلقت الكشوف كل حاجه، لكن طول عمرنا بنعمل ملاحق. كان كل ما يكتمل اسبوع ويحصل عندنا ناس كنا بنعلق ملاحق ونقول دي ملاحق للناس اللي سددت بعد الموعد. لان الموعد انت اصلا في الاصل في الجمعيه انه مسدد للاشتراك. فاللي سدد الاشتراك ده ما فيش حاجه اسمها لحد يوم كذا. طيب يا باشمهندس انا عايز اسال سؤال. انت لو انت عملتها سنه 2015 ايوه، لكن انت انتخاباتك في شهر 3 في 2016 يا استاذ ابراهيم. ايوه مفهوم. حضرتك دلوقتي بترصد تناقض واضح. طيب اذا انا اسال حضرتك في جزئيه ثانيه، ايه اللي اختلف في القانون عن السنه اللي حضرتك كنت موجود فيها في النادي؟ يعني ايه اللي اختلف؟ ده مش قانون. ده مش قانون. اختلفت. مفيش حاجه اختلفت. هو في قانون؟ امال مفيش حاجه اختلفت. هو احنا
يا استاذ ابراهيم، هو احنا 2014 مش المجلس ده لما جه كان في جمعيه عموميه للانتخابات؟ ايوه. واحنا كلنا انتخبنا فيها، امال انتخبنا، ما انتخبنا على الاقل احنا مسددين موسم 2014. يعني الكلام برضه يعني انا مش راضي يعني اتكلم عشان ما يفسرش الامر ان احنا بنحولها الى ازمه او ان في تبادل. انا بقول لك ابرئ مجلس اداره النادي الاهلي من التعمد انه يمنع ناس بعينها، لكن بقول ما كانش في حرص على التعامل مع ان ما يصحش ان الناس، خصوصا ان احنا يعني انا تجاوزت سن معينه، كابتن خطيب ربنا يديله الصحه، ما ينفعش في ناس بهذه المرحله والحرص على انها تحضر. احنا هنحضر هنعمل ايه؟ لا احنا في سن تسمح لنا بالمهاترات ولا في قيمتنا ناس هتتهاتر ولا ناس. طب انا قعدت وخلاص وسكت واتضايقت شويه وخلاص. بس حضرتك كنت متضايق يمكن اكتر للكابتن محمود الخطيب اكتر من نفسك يعني. انا اتضايقت لان انا الاول ما توقعتش الخطيب هيروح وهو جاي الراجل يؤدي، خطيب نائب رئيس النادي الاهلي والرمز جاي يؤدي دوره، هو مش متخيل ان هو علشان اتاخر في سداد الاشتراك هو مش داخل مش مسدد. او ما احنا كلنا يا استاذ ابراهيم بنقول للناس ادفعوا لنا وحاسبونا وبننسى التواريخ. لكن لما بنيجي نتاكد كنت حريص ان انا اروح. لما تاكدت يا جماعه وانا دفعت ولا ما دفعتش؟ قالوا لي لا. قلت له طيب ادفع. قال لي ده 2.5 سنين. قلت لهم ازاي؟ ده انا متخذ في 2014. قالوا لي طب. قلت لهم طيب لحد ما نبحث الموضوع ده على مهلنا يبقى خلاص انا هسدد وكل حاجه ودي كرنيهات ورايح، وانا ما عنديش شك في ان في مشكله. طب ده زود الفجوه اكتر يعني. خلينا نتكلم بالمنطق بقى، ده زود الفجوه اكتر ما بين محبين ولا فجوه. مفيش فجوه يا عم، مفيش فجوه يا استاذ ابراهيم. باشمهندس عادل بتصورها كده. باشمهندس انا عادل مش عايز ان الامور تتشخصن. طيب معلش خدني معلش على قد عقلي في اللي انا بقوله، وحضرتك يعني رد زي ما حضرتك ما عايز. احنا دلوقتي بنتكلم على شعبيه جارفه للكابتن محمود الخطيب، حضرتك وصفته بانه احد العظام اللي موجودين في النادي الاهلي ونائب رئيس النادي الاهلي، ولا يجوز ولا يصح اللي حصل معاه. وعشان حضرتك يعني معايا فانا لا اتهم يعني كان يمكن حل المشكله، بس ده اللي انا بقوله. لكن هل المجلس كان متعمد؟ لا، مؤكد ما كانش متعمد. طيب السؤال الثاني بقى لحضرتك يا فندم، موقفك كان هيبقى عامل ازاي اذا كان سمح ليك؟ موقفك كان رفض الميزانيه ولا الموافقه على الميزانيه؟ لا ده موضوع يخصني. هو انا راجل، هو انا مش مراهق يا استاذ ابراهيم عشان اروح اقول ايه انا جاي من بيت مرفض او جاي من بيت مقبل. هو لو الميزانيه بالنسبه لي مقنعه هروح ارفضها لمجرد ان انا لا احنا مش ناس متسطحين قوي كده. الموضوع. وعلى فكره من ناحيه المبدا انا ارجو القانون الراعي دي. انا مش موافق على رد اعتماد الميزانيه بالثقه في المجلس. ماشي. انا شايفهم اتنين ما لهمش دعوه ببعض، لان ممكن انت تيجي ببند من بنود الميزانيه يبقى مش عاجبك، لكن انت عاجبك اداء المجلس. ماشي. فما ينفعش تقول لي لما ترفض الميزانيه يبقى انت رافض المجلس. انا مش موافق على المبدا ده. طيب. وانا يعني كنت بستمع للوزير خالد عبد العزيز دلوقتي مع الزميل احمد شوبير قبل ما تتصلوا بيا. والراجل بيقول والله اما القانون يطلع هنرفع ايد الجهات السياديه او الوزاره خالص عن الانديه، وكل واحد يعمل نظامه الاساسي وكل واحد يشرف على انتخاباته بالطريقه المعينه. تمام. طبعا كان الكابتن شوبير وانا معاه في هذا متحفظين ان يجب الانتخابات تبقى تحت اشراف قضائي. صرف النظر بقى مين اللي هيعمل النظام الاساسي. طيب. لان ما ينفعش يا باشمهندس عادل حضرتك كنت من يقود هو اللي يشرف، ما ينفعش. طيب حضرتك يا باشمهندس كنت بتقول لي ان ده مش قانون، امال ده ايه؟ ما احنا ما فيش قانون لسه. لا يعني اللي احنا بنتكلم فيه ده انه لا هو عمل حضرتك ترجع دي شروط، اعتبرها شروط اعتبرها اي حاجه. لكن هي ايه؟ ما فيش قانون لسه. ما احنا كل هو في قانون رياضه طلع كله معطل ما فيش حاجه دلوقتي. اذا انت بتعمل شرطك وبتقول، لكن انا بقول المرونه كانت مطلوبه يعني اكثر موائمه في هذا الموقف، لان في كل السوابق كانت بتحدث. هي اول مره يحصل هذا التشدد، واخد بالك؟ لكن قبل كده كان في مرونه، وكنا بنحترم جدا ان واحد يجي متكبد المشاق وعايز يقوم بدوره في جمعيته العموميه
وبيجي قبلها ان شاء الله بساعه كنت انا وغيري، مش انا يعني يعني كنت مبتكر حاجه ولا انا ساعات انزل في نادي الجزيره ادفع واروح الانتخابات او الجمعيه العموميه العدديه واسال، يقول لي اتاخرت، اروح مسدد واخد ورقه وادخل. مفهوم. وكان بيسمح لي. وفي النادي الاهلي انا كنت بعملها للاعضاء كده، انا وغيري. يعني انا متصور ان انا وغيري كنا بنعمل كده، كل مديرين النادي كانوا بيعملوا هذا الاجراء. لكن فانا ما كنتش حابب قوي ان دي تبقى مشكله، لان اولا ما كانتش هتفرق انك يعني الناس تخش ولا في نفس الوقت هي يعني ليها دي جمعيه عموميه في الاخر عاديه، يعني ما هيش جمعيه عموميه الناس متصوره ان كان هيحصل. 99% كلنا عارفين ان الاوضاع في النادي الاهلي لن تدعو الى الغضب العارم اللي يخلي الناس عايزه تغير او ترفع او ترفض عشان تغير مجلس، حتى لو كان في ناس بعض الناس في دماغهم هذا. لكن دي عمليه مش سهله انك تسحب الثقه من المجلس عشان ميزانيه او بتاع، عمليه برضه معقده شويه. فدي ما كانتش هي القضيه يعني. وحتى لو ناس رايحه كده لا يمكن نكون انا وكابتن خطيب وكابتن حسن منهم يعني، او الناس اللي متصنفين. وانا ما اعرفش انا فجاه هو في تصنيف يعني احنا متصنفين فجاه؟ متصنفين في ايه؟ اذا كنت انا لحد عهد قريب كنت موافق ان انا اشتغل واكون موجود بجوار المجلس. وفي اكتر من حوار حضرتك قلت انا مش محسوب على حد، انا لو محسوب يبقى محسوب على انا مش محسوب على حد. وانا الحمد لله معتد بنفسي الا اكون تابعا او ذنبا لاحد. ايوه انا تابعا للنادي الاهلي، واللي عايز ياخدني بهذا المفهوم اهلا وسهلا. اللي عايز يعتبرني مقطوره له، لا يا حبيبي، كلنا بنخدم النادي الاهلي. حلو التعبير. احنا اذا كنا هنتصنف عشان بنقول الاهلي فوق الجميع، لا، هو الاهلي فوق الجميع. باشمهندس عادل، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على ما قلته من ايضاحات في موضوع النادي الاهلي. حضرتك استخدمت لفظ وتعبير انه ليس هناك ازمه ما بين المهندس عادل القيعي وما بين مجلس اداره النادي الاهلي. هحافظ على ما ادليت به من تصريحات.